ورجعنا لكم تاني بعد ما كان الكريب. انا اكلت كريب. انت اكلت كريب وده كان سوري. انا ما اكلتش بالليل. بمناسبه الموضوع ده تمام، نتكلم عن الموضوع ده. اديكوا ريجيم تمام. يعني انا بالنسبه لي انا اكلت كريب والحمد لله، ودلوقتي بنحبس ببيبس. ليه؟ علشان بتحبس ببيبس؟ ليه بقى؟ علشان بيقول لك ان البيبسي بيركن الاكل والمواد الغذائيه اللي فيه، لا السعرات الحراريه من الدكتور اللي جوه. السعرات الحراريه اتكلم عربي بالله عليك. طب قول لي انت ما شربتش بيبسي ليه؟ علشان هو ما بياكلش من ايه؟ لا انا هو ما كان انت يا جماعه بنبدا برضه واحد يعني نبدا برضه. اتفضل. دلوقتي يا جماعه الراجل ده كان كريب تمام بدون ذكر الاسامي، يعني هو كل اللي في المحل جبناه حاطه في الكريب تمام. وبعد كده بعد ما كان الكريب بنزل معاه بيبسي اقول له يعني خد يعني بعزم عليه في بيتي برضه تمام. لقيته بيقول لي خلص هو انت اللي طبخه. انجز. لقيته بيقول لي لا ما بشربش. ليه بقى حضرتك ما بتشربش بيبسي بعد الاكل؟ طيب المهم فده كان رد. استنى هو بيتكلم صح. بقل ودل. الدكتور قال ايه؟ قال لك كل بكميات. هو حدد كميات ايه؟ لا طب خلاص انا راجل ماشي. هو كان كميات. كان كميات. حلو. بعدها بقى يعني يبوظ الرجيم ويشرب بيبسي يعني. انا جايب له نص كوبايه رجيم يابا. في واحد بياكل الساعه 1 بالليل بيقفل اليوم وبينام بعدها. بس انا اكل كريب تاني بس ما اشربش بيبسي زي شفت مثلا بيبسي فيه سعرات حراريه قد كده. لكن الكريب لا مفيش حاجه. ايه فراخ لحمه جبن وفي فلفل شاورما وزيتون وفلفل وحاجات ثانيه. وبعدين اسمه كريب يعني. المهم طب بقول لك ايه يعني ابدا اقول انا بقى. ما بلاش انت. طب خلينا نحكي. انت الشيف شربيني اللي انت ميت فيه ده. طب قول انت. لا مش انا الراجل اللي كل. هو مش فاضي دلوقتي لسه بيشرب بيبسي الاول. هو بيشرب يعرف يتكلم. هو احنا هو خارسينه. طب قول يا مخرج. قول يا مخرج. طب المهم قول بقى خلاص. بس الراجل كان بيفكر. طب فكر انجز يعني عايزين. هو ايه انتوا بتتكلموش في حاجه بتزق ليه؟ معلش انا اسف. هو طلع حاسس ان انت الناظر. ايه اقف بره وامسك الجرس. الحلقه دي عارف عايزين محمود صلاح اللي كان عامل في طب انا لا محمود صلاح ده ممكن لا بس بدون ذكر يعني لا محمود صلاح مش هتنفع طبعا تمام. المهم دلوقتي احنا مش بنتكلم. هينفع ايه محمود صلاح هيقول يا عم. طب اقول حاجه مهمه بس الراجل المخرج بتاعنا اللي هو المفروض مهتم اصلا للفيديو بتاعنا هو اصلا مش عارف احنا بنتكلم فيه دلوقتي. ما ده معناه مركز. المخرج المهم يعني المخرج انا نفسي يركز لنا. مش مشكلته انت هتتكلم في ايه، هو اهم حاجه عنده التصوير. طب هو ما بيصورش اصلا والله واخدها من على لساني. انا كنت اقول لك اهم حاجه الصوره توصل صح. الله ومحدش بيوصل اول الثانيه بقى الثانيه كانت لحظه بس يا عم والله لا والله عشان الراجل الثانيه دي مسؤوليه المؤلف. تمام الله المؤلف. المهم هو دي صح. هو انت بتقول الصوره قلبي يا رب. انا اللي بعد اذنك ومحدش بيوصل قوي الا لما بينجرح قوي. النور مكانه في القلوب. دلوقتي بقى احنا كنا المفروض هنسال المخرج علشان يعرفنا الدايت. على فكره المخرج بتاعنا هو ارفع واحد فينا. ايوه هو عشان كده يقول لنا على الدايت. قول يا اتفضل يا استاذ احمد. هو النهارده قلع الحزام. تمام. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا ليا عند الاسلام حزام. اتكلم على الدايت. طيب هو قايل شويتين؟ مفيش مشكله يتكلم بقى. شايفني. طيب حضرتك ممكن تقول لنا ايه حوار الدايت؟ ما تخدش حاجه. يا رب اتفضل. ما انا عمري ما عملت دايت يا اسطى. ما الناس اللي بتعمل دايت جنبك. لا ما تقول لنا انت بتعمل ايه في يومك. لا ثواني وقال جمله حلوه قوي. الناس اللي بتعمل دايت جنبي ده بس كده المخرج ماشي خلاص هو تمام. طب انا مش هنضربه ولا قول الدايت وانا اخر واحد هتكلم. يا جدعان لو هنتكلم بجد الدايت. طب ما تيجي نتكلم في الموضوع. انا بتكلم عن مريم فارس. الله ايه ده؟ والله العظيم من اول حلقه هو في دماغه الموضوع يا جدعان. شمس والسماء. طب نخلص الموضوع بعدين. كنت اصلا دي في حته ثانيه. استنى يا عم بيقول لك مريم فارس ما فيهاش هزار. طب نخلص الموضوع مريم فارس اهم من الدايت. ماشي الدايت انت بالنسبه انت يا عم ده بيقول لك مريم في فارس. دقيقه ايه اول فيديو الدايت خلصت الدقيقه. ها ماله الدايت عايز الدايت حلو. عايز طب اتكلم. قول الدايت. يا جماعه دلوقتي على فكره الناس مستنيه مريم فارس اقسم بالله. معلومه مفيده اكيد مش منك لو مفيده. للكل ماشي دلوقتي يا جماعه حاجه اسمها دايت. رجيم انا عايز اتكلم على مريم فارس. مستقبل بيضيع والله. مفيش حاجه اسمها دايت. حاجه اسمها نظام اكل. الله سقف له عشان ده عبيط.
تمام. ما هو الدايت هو النظام. تاني حاجه انت تقدر تاكل بمقدار. ما هو بكميات، ما الراجل بياكل بكميات. لا مش بكميات، بمقدار. يعني انا اكلت كريب واحد بس مثلا تخش يعني بدل ما تاكل 3 بتاكل واحد بس. تمام. طب خلاص كده يا جماعه، يعني احنا ندخل بقى ايه الموضوع اللي انتم مهم بالنسبه لكم. المخرج قال لي المخرج ايه الموضوع اللي انت بتقوله؟ مريم فارس. ايه اللي حصل؟ تمام. احكي لنا كده، ادينا هنت كده عشان نخش معاك في الموضوع. لا انا عندي نقطه ممكن حضرتك يعني تقدر ان انت تتفضل معانا ولا لا؟ والله يا اسطى زي الفل ما طب اتخرجت. لا علشان صوتك يبقى ظاهر معانا يعني. انا هنا اقرب منك من التليفون. طيب نقول يا جماعه. انا بص انا طب كمل. طيب مريم فارس مالها ايه؟ عملت حاجه لا جديده؟ عموما كانسان هي قلبها كبير. هي طيبه في جدا. طيبه جدا. بص في اساسيات انت لازم تحطها في حياتك. يعني انت عندك اهرامات، نيل، مريم فارس. مريم فارس، فانت بتتكلم في حاجات ثابته، فانت دخلت نفسك في الموضوع ده ليه؟ مش عارف اصل الاجابه إيه يعني خلي اسلام ده اكتر واحد محترم فينا، يعني ما بيطلعش منه العيبه، راجل محترم جدا. علمك اسلام ده والله بجد سباح ما تحلفش. سباح. لا في يا نهار اسود، انت دخلت في الموضوع ده ليه بقى؟ بالله عليك يحب بقى. قوي يعوم في النهر. بالظبط. هو ايه النهر ده؟ اللي هو جنب البحر. هو النهر وخلاص. اللي هو جنب البحر. هو سباح ما اعرفش هنا. هو سباك. المهم واحد في بس اصحابي يحب على الانهار. الاقل راجل وبروح البحر، مش تمام. مش المهم. تروح وتقول انا نفسي اروح معاكم. المهم مثلا ايوه صح. احنا عارفين ايه الشخصيه اللي يا ريتني كنت معاك. ولو بنتكلم عن موضوع السباحه، يعني في واحد لازم يبقى يكتب لنا اسمه طب على كده. سؤال مصطفى نصر. مصطفى واحد نصر بيغرق على الشط. وعمر لا، فيشه. بجد. لما تقول اسكندريه يعني تقول ايه مصطفى غير نصر. بيغرق. إيه؟ يعني غير هو يعني انا كان معايا فيشه، كان خايف يخش، وعمال اقول له بص اتفرج على مصطفى، بص مصطفى فين. بص يا ده ابني بيبقى تعالى قرب يا ابني، بص مصطفى. وانت ده كله على شط الميه. ببص لقيت مصطفى جوه ومش عارف عمال يعمل قاعد يا مصطفى. اللي بعدها بقى حد يروح يجيب مصطفى. فيشه طبعا لف ورجع تاني. طيب يا واحد. مصطفى واحد وكان بيغرق. الجيب بتوع الانقاذ والنبي حاولنا بص ايه؟ لا هو غبي. يا راجل لسه فاكر. هو لو يهدى الميه هتجيب، وانا عمال اقول له الميه هتجيب الراجل. طب ونجيبه نفهمه حضرتك، خش قول له هنضربه والله بس نجيبه. كنت موجود صح؟ بص ولا بقول لك ايه، الراجل كان كلمنا على الطوق اللي بدوي كان بياخده، الواد احمد جمال كان ياخد الطوق يخش جوه بيعدي، بدوي كان بياخد الطوق يطلع على الشط. عرفت بقى دي كنت، يا ريتني كنت معاكم. ما تتكلمش تاني. لو انت لو كنت جيت معانا مش هنسيبك، انت عارف. انا بقى عندي ميزه. عندك ايه؟ انا عارف الكلاب لما بتاخد كلب معاك على الشط انا بغرق من على اول الشط ولا اخر الشط؟ عشان انت ما بتنزلش الميه؟ لا في النص. استغفر الله. احنا كلنا بنبقى في النص بس. استغفر الله. هي بس وانت مش جوه الشط. لما هو انا ما بتعدي- كانش قصدي كده في الموضوع ده الصراحه. انت كنت عايز تقول ايه؟ ثواني بس، هو قام يا جماعه من النوم. كلنا بنتكلم عن مريم فارس يعني والواد اسلام سباح. ايوه اتجوزنا لبعض ولا ايه؟ يا عم انا متجوزها. انا موافق اخش مكانه عادي ابن فريد انا بس. لا كنت بتكلم على السباحه في الانهار. نهر النيل اه بقى، انا نهر المثير. المسيبي، نهر المسيب، اي نهر. ايوه اسلام سباح. انا عن نفسي نهر تمام المثير. طيب. طيب انا سيبني هتلاقيني عبد. طيب. وراجل عايزين- يوسف طب برضه نتكلم بجد، برضه عايزين السباح. لا راجل يوسف دي حاجه ثانيه. عايزين نتكلم في ده موضوع المحيط. السباحة. عايزين نتكلم في موضوع الكوره. الكوره؟ ده في ايه في الكوره؟ لا في كلمنا عن موسى غزل محمد. لا ثواني لا كلموا النهارده عن الروح الرياضيه بتاعتي اللي انا نزلتها على الفيسبوك. اسلام كبير مشجعين الزمالك في الجيزه تما ايوه نزل نعي بتاع- لا نعي نعي. ايه نعي انا مش قلت ما تتكلمش. نزل يعني مناشده بيتمنى الشفاء بيقول لك لاكرم. مناشده يابا، كده. ده مناشده ده شوف. بيتمنى الشفاء لاكرم. انا شفت آه. الصوره عجبتني، نزل. بعمل لها مشاركه بس نزل. بصراحه يعني انت تعرفش انت انسان يا انت انسان. بس شفت يا ابني احنا هنفكر فيك. طيب المهم يعني بجد ايه اللي حصل؟ بالنسبه لاكرم توفيق. اكرم توفيق لا طبعا طبعا اكرم توفيق لاعب مهم، ايوه بس احنا لبسنا محمد هاني. الحمد لله. هو دايما محمد هاني كده يعني يلعب كاس عالم. انتوا ما هتقعدوا ترغوا كتير، انتوا ولا هتاخدوا دوري ولا هتاخدوا حاجه ولا هتكملوا ولا معاكم فلوس تجيبوا لعيبه ولا معاكم فلوس تدفعوا فلوس كهرباء، اللي هو خلاص بقاش معاه فلوس يقفز البنطلون بتاعه. هرد عليك ولا- بسيط. ما بلاش انت. طب لا ثواني انت كزملكاوي بتشحته اساسا. ليه عندي مش نقطة. اتليت؟ انتوا بتلموا تبرعات. في لعيب ما جبناهوش. ما هو جبتوه منين بقى؟
جبناه منين يعني؟ ايه اللي جبناه منين؟ يعني لا طب اللي الزمالك اللي عليه فلوس جابوا زكريا الورد، جابوا ازاي؟ جابوا زكريا الورد، مشيناه نجيب اشرف بن شرقي. جابوا نضاي المتصاب ده نايم بقى ودونجا متصاب. لا طب ده هو كله جه في اول الموسم بيقول لك بعد 8 اسابيع احنا ماشيين. هو سؤال واحد، احنا ايه اللي دخلنا في الكوره وضيع لنا مريم فارس عشان بس هو في ايه يا جدعان؟ هو في الموضوع ده يعني اشمعنى؟ الراجل مخرج وعارف ايه الحاجه الحلوه اللي نقدر نتكلم اكرم توفيق، بذمتك في احلى من مريم فارس. اكرم توفيق دلوقتي، كلمني بس. اكرم توفيق دلوقتي اكرم توفيق مين؟ عايزين يعني انت قريب اكرم توفيق؟ نتمنى له الشفاء. احنا نتمنى لاكرم ألف توفيق. مين سلامة ده؟ يا اكرم توفيق ده هو اكرم توفيق. بس ده سنه ده شبها بس عشان بس لحظه تفتكر انه في الملعب تبقى مصيبه وندسها احنا. انا بالله كان عليك. في احنا هنطلع بطاقه يعني هو اكرم توفيق ده دماغه فيها كوره اصلا؟ لا ده هو معلش بس بيفهم. سوري في اللقطه ما بيفهمش، هو زي الجحش رايح جاي بس لا، مش مش كوره. استنى بس حوش ميسي اللي بيلعب معانا قال حوش ميسي بقى اللي هو بيجيله الاستلام وعمره ما شاط ضيع كوره، عمره ما عمل اي حاجه. الله طب اديك يسلمك. قلت اهو انا عمروسي انت هتشرب بيبسي ده؟ لا اتفضل يا مخ. خد يا حبيبي بس انت هفتان. بالراحه معلش احنا اسفين يا جماعه. اسفين انت بتعتذر مين؟ 12 سبسكرايب. لا باشا بعد الفيديو ده اقسم بالله هيبقوا 2. حبيت أنا؟ اشكر انا واحد استاذ محمد احمد محمد أحمد. ومدام ملك فؤاد والرجاله اللي عاملين سبسكرايبات، أستاذ عبد الرحمن الناس سيد، المحترمه والله اللي استاذ بتتابعنا. محمود عبد الوهاب، استاذ اسلام اسامه، استاذ احمد عمروسي، فعلا دي حقيقة. الناس اللي قاعده قدامي والناس الحلوه الناس دي ربع عدد السكرايبات بتاع وحبة سبسكرايبات. طب يا جماعه احنا ناس عندنا شغل. طب لا هو ايه اللي احنا الناس عندنا شغل احنا بنشحن وتشرفنا بيكم والبنت للولد. ثواني يا عبود، انا راجل دلوقتي عندي شغل وعندي تمام. محل بفتح، انت راجل نايم في البيت وشغلانتك قلت لي اسمها ايه؟ قلت لي حاجتين كده مش عارفهم. سونيور وجونيور. ما علينا من ان انت احنا بس عايزين الناس تقول لنا ايه الفرق ما بين السونيور والجونيور. انا نفسي افهم كل واحد جيب صنيور في السين وجيب مجاله. الجيم سهله جدا يعني فاهمني؟ الجونيور بيجيب صنيور الجيم معطشه يا اسطى الجيم عطش اطلب ميه يا ابني بالله. فيها 3 نقط من تحت. بس انا عشان عبوس عايز يقول حاجه للجمهور. اتفضل يا لا انا هشرب ليه؟ باشا. تشرب بيبسي؟ انا اديك الحديده تتكلم. لا تتكلم ادينا الفرصه. يا اسطى عليا نعمه. يلا تمام. ما حدش يتكلم بقى. استاذ احمد اتكلم بقى عن اكرم توفيق. لا احنا يعني الكوره خلاص الملف اخذنا تمام. احنا دلوقتي هنتكلم في موضوع تاني ماشي. انا عجبني الملف. وحياة امك اتكلم عن غزل المحل. يا عادي حبيبي تجيب لا سقف الحوار غزل دلوقتي المحل. احنا بنتكلم في ماتش عادي كان شغال النهارده وتعادل وفي جون واتلغى، بس ده اللي انا بتكلم فيه. لكن طبعا انت يعني انا مش ماتش هتابع غزل او غزل المحل لو كان مين؟ كان غزل المحله وفضله. ده كفيل انك تسيبني واقف في الشارع مستنيك عشان تقعد تتفرج على القرف ما هو ده. في دلوقتي لقطه مهمه جدليه في جدل. احنا دلوقتي تسيبني انا في الشارع ليه عشان غزل المحل؟ بنحل الجدل. بقول لك ايه استنى هنا ولا غزل المحله؟ ايه اللي انت بتقوله؟ لا. الاهتمام ما بيطلبش. ما هو كان كده لا. انا لو رنيت على مدرب غزل المحله في الموقف ده كان جالي. ده اللي قاعد بيتفرج ده. طب بنحل جدل يعني احنا كده بنحل جدل. اسمه ايه الرمادي؟ ايمن الرمادي. ايمن الرمادي. هو ده. كان قاعد بيحكي لي عن كابتن ايمن الرمادي. هو دخل ماتشين في بعض يا جماعه. ده مدرب اسوان ماله في غزل المحل. اصل دي اسامي هو قالهم لي كلهم في وقت واحد. يعني ايمن الرمادي ده بيلعب فين؟ اكيد انا مش هتابع دوري مصري. ايمن الرمادي ده بيلعب فين؟ هي لقطه جت احنا قدامي. كلنا ما علينا بنتابع. ما علينا يا جماعه تسويق كده. خلاص الدوري السنه دي هيروح لمين؟ لا انا بتكلم اهلي طبعا. انت شايف مين؟ انا في الاسبوع قبل الاخير اقدر اقول انا هحكي. اللي احنا فيه. طب نصبر الاسبوع الاخير وخلاص ونقول مين؟ ما مش طب فاهم توقعات. اللي يجي فرق عليك ده. توقعات صراحه يعني. انا اهلي. لا يعني ممكن لو الاهلي ما جات لي صفقات في يناير اقول طب زمان. انت قبل ما تقول في صفقات انت محتاج ايه في الاهلي؟ انت لازم لا انا تفكر. محتاج اكتر من صفقه. انت محتاج حارس مرمى. نتكلم ببساطه. لا مش حارس مرمى. ممكن يقعد عندنا 2 كفر يعني. مين هو؟ عندنا كبير جامد جدا وعندنا عدد جامد جدا. مش لو دول هنتكلم بتوع- على الصفقات مش دول بتوع الاهلي اول حاجه. لا ثواني احنا بنلعب دوري مصري. انت بتتكلم عن دوري لا ما انت بيلعب في افريقيا برضه. الاهلي بيلعب في كذا الدوري بطوله. المصري. لا انت الاهلي بيلعب في بتتكلم كذا صح. بطوله صح؟ الاهلي عايز اول حاجه حارس مرمى. لا احنا مش عايزين حراس خالص. اكيد تعالى نتكلم في الدوري. انت عشان تجيب حارس مين هنا عندك في بلدك افضل من شناوي وعواد؟
بحالتهم اللي هو ممكن ما يبقوش مثلا اما اجيب الواد محمود جاد ابو جابر دلوقتي لسه محمود رايحين جاد ماشي، محمود ما جاد. هو والله أنا- محمود جاد ده ماشي، هجيبه يا 20. جماعه كل دول لسه جايين رايحين الفرق بحرين ماشي ب 20. محمود جاد كان في انبي مكسر الدنيا في فرقه كسر. حلو جدا ماشي. عندك حارس مرمى، عايز مساك لان المساكين اللي عندك تعبانين. ماشي. انا معاك في المساك عايز باك مساك. يمين عشان خاطر بقى مكان اكرم. لا استنى وعايز بس مش باك يمين، اسمه باك اليمين. اشكل مين المهم ماشي. باك اليمين. وعندك عايز شمال اتفق برضه بقى. لان انت ما عندكش غير معلول ومفيش تمام. غير لي. تمام ماشي. اه. خط النص عندك عايز واحد لعمرو السولية. تمام. ماشي. عايز مهاجم كده كده. ده بس انا معاك ماشي. في طب ما انت في مكان ايه تاني؟ والباك اليمين. ما فيش غير لا مدرب كده. انا عايز وينجين. ايه هم تمام. الوينجين؟ انا عايز وينجين. انا عايز واحد كده. مكان حسين الشحات معلش يا يعني انا ما بهزرش والله. ايوه. يا باشا انت احمد عبد القادر حلو ماشي، بس احمد عبد القادر برضه ساعات بيهرتل. ما عايز لازم راجل تقعده كهربا. وواحد ما هو تقيل. المشكلة فعلا نروح كهربا. نشجع فرقه فين ثانيه. كهربا؟ انت طب عايز فرقه كهربا ثانيه نفس كده. كوره عشان تبقى فاهم. ما هو ده بالظبط كده. زملكاوي. يبقى ده ايه؟ زملكاوي لازم. طيب ما هتدفع الفلوس ومشيه. ما انت لو ما دفعتش الفلوس الاهلي مش بتاعتك. هيدفع فلوس. ما هو كهربا ده هيدفع ما هو ده لو راح يعني قال ما بيدفعش الاهلي فلوس. اللي مشاني الاهلي ده ينزل درجه ثانيه عشان تبقى فاهم. لو قال الاهلي هو اللي حرضني ان انا امشي الفيفا واقف في النادي. ولا الاهلي ما يقدرش ينزل درجه ثانيه. يا عم ماشي خلاص ادفع بقى الفلوس لو انت مش هتدفع. انت مش هندفعهم ليك، انا هندفعهم لممدوح عباس. ادفع اللي تدفعه بس تدفع. انا ادفع فلوسك لتحصل او على اديها الفرق. فلوسك انا مش عايز فلوسك في حاجه. طيب خلاص سيبك انت عايز مين ياخد دوري؟ هو انا مش عاوز، انا عايز طبعا الزمالك بس انا شايف ان الزمالك هو اكتر فرقه بقت هي اللي طلع فوق مستواها يعني. انما الاهلي مستواه بينزل. وهم تاني فاهم. ايوه هو تاني فرق ده لسه نقطة. بدري. أنا بقول لك ده إيه. لسه بدري. جدا. وانت خسرت نقطتين برضه. فانت لو عارف. خسر فرق 4 نقط احنا خسرنا نقطتين. يا عم انا بقول لك انا سجاد. الزمالك طالع انت نازل. الزمالك طالع. انت الماتش اللي الزمالك فات في اخر قادم، ثانيه الزمالك طالع. مديك 5 دقايق وقت الضياع انت جايب 2 في الدقيقه السابعه. واخد بالك انت من الموضوع؟ تمام. انا طالع انت نازل. تمام. وهحط عليك برضه زي كل سنه. تمام. وانت لا استنى بتيجي- لا كل سنه اللي هو انت حاطط انت انا بقالي سنتين عمال اخد فيك الدوري. انت بتاخد الدوري بس ليه كده؟ طب عندنا يعني صعب لما الفار يجي انت تاخد دوري عشان تبقى فاهم. صعب. صعب طالما في الفار. ايوه احنا اخرك هتاخد افريقيا. يعني هتاخد انا تالت لا باخد لا هي جت لك افريقيا مرتين كده. بالفور. تالت عالم. عارف افريقيا منك بالفور. ايوه مني لما شال لي الونش وشال لي عبد الله جمعه لك الونش. احسن مدافع في مالك مصر. ديانج ما كانش بيلعب. ايه ديانج ده؟ مالك ايه ديانج نور ده؟ يا مخرج. ديانج ده كل ماتش بيتحط عليه. ديانج ماله اسمه ديانج. ده لعيب. انا شايل منك اربع لعيبه ليه؟ ديانج ده نص الملعب. انا شايل منك اربع لعيبه ليه؟ لا ثواني بس أيوة. هو مش لعيب بس الاهلي بس. هو كان ديانج هو كان في 2 لعيبه مين مش هو؟ شايف. تمام. هو ديانج في بس نقطة اقوى بس. واحد. بالظبط كده. ما تجيش اقول لك انت مثلا عندك قول لي مين اللي كان ما عندك لعبش جنش. مين اللي كان عندك مين قوي طيب غير هو كان ونش أيوة. كان في عبد الله جمعه كان عبد الله يا جمعة. حبيبي. لا ثواني ثواني عبد الله جمعة عبد الله جمعة مش بيلعب اساسي وقتها. لا لا ثواني. لا كان بيلعب اساسي. لا. لا هو مثلا عبد الله جمعة ما بيلعبش شمال. ليه دلوقتي يا اسطى؟ فين؟ اما عبد الله باشا عشان الزمالك دعم جامد. يا جماعة هو حوار غزل المحله هو اللي جاب الكلام ده كله؟ تخيل. منك لله. ده غزل المحله اللي طلعت فرقه. ده طلع ولد. انت عارف اللي بيلعب فيها واد اسمه اجويرو حلق شعره زي اجويرو؟ عارف. ايوه ما هو اجويرو على فكره ده متجوز اخت ميسي. لا بنت هو مارادونا. هو ابن عم اجويرو ما اتكلمش لغايه اخر النهار. طب احنا هننام ولا ايه؟ لا احنا يعني احنا كده عندنا في شغل. في الدوري بتاعنا عندنا سيد نيمار ورمضان بيكهام وعندنا 2 ميسي. واجويرو واحد في الاهلي واحد في الزمالك. وماتيب. الاتحاد. وماتيب ونيدفيد وندفيد. وعندنا بتاع 4 ميسي. لا في 2 واحد اعرفه يعني واحد عندنا واحد في الاهلي اسمه واحد في سعد الاتحاد. ميسي. وفي لا في كذا ميسي في الدوري. وعندنا فينيكسي. وعندنا دعم احمد البيت. سعيد. معرفش انت عندنا ودونجا. دونجا وتريزيجيه عندنا كذا دونجا برضه. وتريزيجيه. لا انا قصدي في الدوري التعبان بتاعنا ده. كان في الدوري التعبان بتاعنا. عندنا سافيولا. سافيو صح. عمر سافيولا. محمد سافيولا. وعندنا احمد عبد الله. واحد صاحبي هو صاحبك بيعمل عادي في الدوري. وعندنا جريندو. استنى معلش هو فرح بلدي. مين الناس دي يا جدعان؟ احنا نخرج بره الموضوع. باشا ده فرح بلدي كده انا حاسسكم ان انتوا هتبقوا تلموا النقطه. الواد جريندو انا فاكره جريندو ده بتاع حسام حسن بتاع عندي الموقف المصري. بالله عليك. عندي موقف عايزين يعني نخرج بره الكوره. ما كنتوا تقعدوا مكان المخرج تبقى ريحه. عندي موقف بجد هنتكلم فيه ببساطه. ما تخلص. طيب بمناسبه الاكل يعني احنا بناكل وكده. طبعا يعني من كام سنه وياك المهم فايه انا كنت احنا كان عندنا اوتنج. لا استنى ده بيتكلم انجليزي كمل بقى. لا يا شباب في لا ده انجليزي قول لي انا عايز ايوه كمل. كان عندهم اوتنج. ايوه اوتنج يعني بره يعني ولا اهو جاي لنا بره. اهو كان عندنا جاي بره. لنا عندهم خروجه. كان عندهم بره. يلا واحنا في الكورس وكده
كرسي عجه. المهم يعني. لا الحاجات دي لا. طيب كان عندنا كرسي. بمناسبة الكورسات أنا في مرة في حياتي رحت كورس ايوه المرة اللي رحت فيها كانت قاعدة جنبي كانت بتولد وقعدت تصوت كانت بتمسك فيا وتخبط على البتاع ده أعملك إيه طيب؟ يا عم شوف عايزة إيه؟ والله كانت ولدها والله يعني- بتقعد تخبط على البتاع خبطت بتاعك أنت بتخبط ده كان كرسي ايه ده؟ ده كان اللي هو جنب مش فين؟ كرسي ايه؟ لغه ايه؟ انجلش هو راح يتعلم كلمه انجلش وغيره. والله اصلا انا رحت ساعتها والله العظيم انا قاعد جنبها كده اهو وهي طول ما قاعده تعبت اجيب لك ميه اجيب لك اي حاجه تشربيها والبنت ما بتتكلمش طب عايزه ايه مني؟ بعد كده لقيتها بتخبط لي على طب ايه في ايه اقوم اعمل حاجه وايه كل واحد بقى من العيال التانيين كل واحد جايب كلهم بنضارات فاهمني وماسكيني بقى و40 كده مش فاهم اي حاجه اللي انتوا بتقولوها انا ماليش دعوه بالكورس انا كنت المراقب بتاعهم وقاعد وهي قاعده تخبط لي على طب عايزه ايه؟ ياما يا انت ولدي ولا اشيلها ولا اعمل ايه في اللقطه؟ فبصراحه ربنا ضحكت كتير قوي اليوم ده. اتعلمت حاجه؟ لحظه انا ساعتها ما جيتش تاني لحظه نتفرج بقى على الاوتنج كمل لنا الاوتنج بتاعك. لا فاكر دي. لا انا ما كانش في حد اليوم. تمام احنا كنا بناخد كورس عادي. لا ما هو مش ده مش ثابت. مش لازم حد يولد. كان موجود معايا ساعتها مصطفى نصر. بيت منى الشاذلي. مصطفى نصر موجود برضه قاعد يضحك يا ابني بتضحك على ايه؟ مصطفى نصر بيعرف انجليزي؟ ما هو مصطفى قاعد في وشي يعني سايبني انا قاعد بس هو سؤال واحد بس الشوال اللي تحت دول حرام بس ده بالشاي عشان داخل الحمام. يعني بسبب اللي نتكلم عن الموضوع بتاع الاوتنج. 21/45 قال لك انا داخل يعني انا بقى مش عارف اقول لكم يعني اللي انا عملته بقى حاسس الواد اللي جابته بس منه اسلام اللي انا عملته بقى بصراحه اقسم بالله بتاعت الحمام دي لا تتساب. ايه رايك بقى عشان دي جامده جدا. خلاص يا عم هو اول مخرج يخش حمام يا جماعه كل المخرجين انا كان في عندي اوتنج وانا باخد كورس فايه اليوم ده جه قالوا عايزين نعمل حاجه كده مختلفه نروح ناكل اكله مختلفه وبتاع. طب هناكل ايه يا جدعان؟ انا ما اعرفش بقى. سبانخ قلت له مثلا بيتزا باللحمه مثلا. المهم ده مختلف بالنسبه ساعتها بقى المهم لقيتهم بيقولوا لي ايه؟ احنا هنروح ناكل وافل. تمام هنروح ناكل ايه؟ وافل. انا يجي في دماغي ايه؟ معروفه وافل طعميه معروفه. عشان انت فلاح. ايوه وافل يعني فلافل اللي هي جايه من كده انا اول ما اعرف. هو يعني غير الطعميه اهو شوف اهو ايوه في مدوره محشيه وفي ايوه في الصغيره في الكبيره كفته. تمام ايه الصغيره وايه الكبيره يابا بالله عليك؟ الكفته يعني الصغيره حاجه مش شارب من نص جنيه اوكي بس بعد ما عملوا لها الجراب ده الموفل هي الفلافل ايوه صح؟ فانا رايح كده فاهم. اسفين طبعا مع الاسف للاوتنج. تمام فاحنا طالعين بقى ورايحين كده جروب كامل. 2 طعميه وافل. فدخلنا بقى المكان وادخل الاقي شوكولاتات كتير قوي. يعني يا جدعان وافل زي الشوكولاته والله بجد مالي الفول والطعميه وافل بالشوكولاته. بالشوكولاته والسمسم ياخد السيجاره. والله انا ما اعرفش بجد. مستني بقى فانا طلعت بقى فوق وبتاع فلقيت ايه الجرسون طالع لنا فبنطلب بقى الطلبات بتاعتنا. فايه يا جماعه انا عايز كذا 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 والتاني مش شوكوبون ومش عارف شوكولاته ايه. ايوه عارفهم الناس دي والله فانا قلت له انا عايز واحد قاعد جنبي كده صاحبي بعرفه يعني. طب قلت له عايز شام ولا بلدي كنت والله قلت له انا عايز هنا بس. لقيت بعد كده حاجه طالعه لي كده يا حبيبي عامله زي من عجين كده وعليها شوكولاتات وبتاع. ايه ده بقى؟ فين الطعميه بتاعتي؟ والله مستني بقى اعرف فين الطعميه. قول له ما حطيتش سلطه وطحينه يا استاذ احمد انت كويس؟ تمام بس فلقينا الموضوع ربنا كده. يفك زميلتك على خير فده كان الموضوع وكلت مش الطعميه عارف على خير؟ الحمد لله. المهم بس الوافل عرفت كده الوافل طلعت كيكه مش كيكه معجون كده مش معجون برضه. هي الوافل دي معموله من ايه يا مخرج؟ من العجين ايه معجون؟ انا خارج على معجون بعد كده تصنع وافل. يا اسطى عجينه الوافل أيوة عجينة. الوافل بتمثل لك ايه؟ الوافل بتمثل فلافل زي عمروس. انا عارف الموقف اللي انت بتحكيه ده فاكر؟ حضرته بقول لك ايه احكي لنا خد يابا بس بالله عليك انت بتعدي الطريق. لا بيشرب بيبسي. لا بيبسي بتاعي. طب سؤال واحد بس معلش سؤال واحد. احكي لنا الموقف بتاع في حد هنا في سوبر ماركت زي هايبر بالله عليك احنا راجعين بالكوره يا الله يا
والله العظيم الزبادي اه احكي بالله. لا احكي انت اللي فاكره. لا وحياتهم. والله ما فاكره. لا انت والله العظيم ما فاكره. انت تعرف تحكي. والله ما فاكره. طب احكي انت عبوس. تمام ثواني بس ثواني، ده في ليله بتحصل. ده فرح ثواني، العمر ثواني. يعني. يا جماعه بجد بقى خلاص عشان عايزين ننام بس. ماشي معلش. والناس عايزه تنام برضه. ماشي خلاص. لا صح خلاص خلاص موضوع الزبادي. انا كنت عايز زبادي ببساطه، والزبادي ده نوع معين ما بيبقاش موجود في اي محل، يا عم فبسال سوبر ماركت اي كبير كشك عنده نفس الزبادي. ما لقيناش. والله العظيم عندنا ما لقيناش. كان زبادي يا عم، جاب زبادي عادي في الاخر. جهينه اللي هو موجود في الكشك اللي بره، احنا ده عبيط ما يعني. كانش فيها ب 5 دي جنيه. اعلان. ما كانش فيها ب 5 جنيه. مفيش ابو 5 جنيه؟ اه يا حرام، ولو كلت ابو 3 جنيه ده حلال؟ طب ما كده اجيب 2، انا عايز واحده ويبقى كبير. انت شحات. طب مش الجنيه يعني. فبس ده اللي حصل. ده اللي حصل. لا يعني عندي نقطه ممكن ما نوضحش، المهم يعني فايه اللي انت عندك نقطه ما تقولهاش، اتفضل. تمام. بس انا انت اللي فتحت الموضوع السوبر ماركت، ده اللي حصل. على فكره ده عشان بس نعرف الناس ان لما انت تيجي تقول معلومه يبقوا عارفين هم رايحين فين، عشان ما يروحوش وراها. بس يا عم عادي، مش عارفين يبعتوا على الفيسبوك ازاي تروح عادي. هتقول لهم ابعت لينك بقى. ماشي خلاص خلاص. يا مخرج. احلى تمام. مخرج في الدنيا. اقسم بالله المخرج الحنين زي الملاك والله. زي الملاك. اتكلم لوحدك. زي الملاك يا جماعه. يا حاجه يابا. ثاني. انت بتعمل ايه يا مخرج؟ ايوه هو انت نمبر 1 فعلا. لا انا بخبيه عشان تبقى انت ظاهر لوحدك. يا اسطى بس بالله عليك بتعمل ايه انت؟ قول يا عباب، قول اهداء اخير كده يلا. اهداء لكل استنى انا هقول لك على حاجه. فاكر انت الفيلم بتاع عادل امام؟ قال لك انا حسنين البرتوشي اهدي تحياتي الى خربتها بحيره. فاكر ايه الفيلم ده؟ يا ابني لما كان عامل فيها ان هو ما بيشوفش متسول. لا بس استنى. فاكر المتسول؟ هنا ده في ليله العيد هنا. ايه الراجل مش فاضلنا يا جدع. بيكلم خطيبته. احنا اسفين. يا راجل خاطب. احنا كده ارفع عليه الشبشب احنا كده وكده ومنه احنا دلوقتي. بنهدد. خلاص يا جماعه. انت لو هديت استنى يروح يكلم اهدائك. خطيبته. انا اهديت اهداء لخربتها بحيره. طب اهدي اهدائك. هنا انا مش من بحيره بس. ربنا يكرمك دايما ومن نجاح لنجاح دايما، وان شاء الله يعني نكون عند حسن ظن سعادتك ونقدم لك كل اللي انت عاوزه. انت مش محتاج تقدم حاجه عشان تبقى عند حسن ظني. وسنه سعيده عليك وعلى الاسره الكريمه ان شاء الله. السنه الجايه نبقى في بيتك مع عيالك. في بيتك تعمل نبقى في بيتك مع عيالك. انا ولا انت؟ ده جمل كده يعني. السنه الجايه السنه الجايه يبقى عنده توأم. استنى بس. قول اهداء. هتهدي؟ لا ربنا يهدينا جميعا. اقول اهدائك. قول يا حبيبي. اقول اهدائك. لا استنى. تمام اقول اهدائك. ما تهدي واخلص. يابا هو قطع يا مطلع ما تنجز انت بتلاقي شبكتك اخلص. لا انا كنت بس عايز اقول لهم احنا اتاخرنا عليهم. لو عايزين طب نقفل بص لهم يعني تبص يعني لو عايزين نقفل براحتنا مع حالنا، احنا كده قاعده عرب برضه عرب خربانه. على الطلاق احنا الاربعه بس. طيب ماشي. بجد عايزين نوعدهم. أيوة. هيبقى يعني عشان طبعا الكريسماس اللي جاي اهو، عايزين نقول لهم كل سنه وانتم طيبين. لا انا عايزهم يكتبوا لنا الخروجات نخرج نروح فين. احنا كده اللي برضه عايز يخرج في الكريسماس يعرفنا وعايز يخرج. لان احنا برضه يعني بنوعدهم ان احنا ممكن نعمل حلقه في اليوم ده. واحنا نخرج ال 12 واحد اللي في اللون سيبوا لنا 12 مكان. ده المخرج يا جماعه بتاعنا اللي مشرفنا دايما. انا عندي نقطه بقولها برضه دايما. قول يا حبيبي. انت رغاي قوي بجد عندي نقط كتير والله بجد. يا عم ما تروح بس توقف بعيد عننا بقى. الناس بالنسبه لنا اي حد على راسنا، ولما بتبدا صغير بتكبر. ربنا يبارك فيك. وبعدين في مبدا بيقول لك اشكرني شويه. في مبدا بيقول انا لك بحب حد يشكر. مكسب قريب احسن من مكسب بعيد، او مكسب قليل خساره قريبه ولا مكسب بعيد؟ ايوه هي دي. بس ما انت مش عارف لا تقول. ثواني بس احنا اسفين يا جماعه. احنا اسفين يا احنا جماعه. بنقول لكل العيال الصغيرين او الاطفال الصغيرين اللي بيعمل الاسلام بيعملوا ده هو ده الصح لما تقشر في البيت. ده غلط. كل الناس تعملوه زي عمروسي. مخرج قلبي يا رب. واحده تاني بقى. كده بقى هو بلدي. افتح بقك من هنا. احنا كده عرفناكم سيد اشرف جنينه الحب بيعمل ازاي. احنا بنعيد بقى حلقه كريسماس قريبه ان شاء الله. نقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. في احسن مكان في مصر.
بقول لك الانسان طيب يرد عليا انا تمام. هو ما حدش هيرد عليك، اتكل على الله. يا عم يلا يابا اتكل على الله، حملنا يلا نطلع بقى بالله عليك عشان عايز اصلي العشاء واتكل على الله. يلا تدوس على الزرار بقى. المخرج يا عم، لا المخرج لما خلص السنه يا جماعه يبدا يعني. استاذ احمد انا مش مبسوط حاجه، احنا كلنا خلصنا. يلا سلام يا جماعه. دوس دوسه حلوه كده زيك. باي يا جماعه. اصل المخرج بيبقى عنده مع شركه السلامه. ثانيه. مع السلامه. لا سلام، خلص السنه دي بجد.